السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ انا ماما نونا، والنهاردة هنحكي حكاية جديدة. حكاية ايه يا ترى؟ حكاية جنى والسنة المكسورة. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنت جميلة اسمها جنى، كانت بتحب ماما وبابا كتير، وكانت بتسمع الكلام. جنى أول ما كانت تصحى من النوم تدخل الحمام، ماما تقول لها: يا جنى، ما تنسيش يا حبيبتي تغسلي اسنانك. جنى تقول لها: حاضر يا ماما. لكن جنى بتدخل الحمام يا حبايبي، وبعد ما بتغسل وشها بتنسى خالص ان هي تغسل سنانها. بتروح جنى على اوضتها وتروقها، وبتخليها احلى اوضة في البيت. وبعد كده تيجي تبوس ماما وتقول لها: صباح الخير يا ماما. ماما تقول لها: صباح الخير يا جنى. إياد بقى أخوها يا حبايبي عكسها خالص، كان يجي يقوم من النوم لكن ما كانش بيروق أوضته خالص، وكان دايما مزعل ماما، وكل ماما بتقوله: روق سريرك، يقول لها: حاضر، ولكن ما بيروقش حاجة. جنى بعد كده يا حبايبي بتاكل الأكل بتاعها وتروح على مدرستها. بتعمل ايه في مدرستها؟ ماما لما بتديها المصروف بتاعها بتروح تجيب بيه حلويات وشيبسيات وكاراتيه يا حبايبي. كانت جنى كل يوم بتعمل كده، وماما ما كانتش بتعرف خالص ان جنى بتضيع المصروف بتاعها في الحاجات دي. وجنى بعد ما بترجع البيت بتلعب هي وإياد، وبعد ما بيخلصوا اللعب كالعادة جنى هي اللي بتلم اللعب. لكن يا حبايبي فجأة لقينا إياد هو كمان بيلم اللعب معاها، وفرحت خالص جنى إن هو بيساعدها. وبعد كده ماما كانت بتذاكر لجنى دروسها وتعمل معاها الواجبات، وتنام جنى وبعدين تروح على مدرستها. مرة جت صوتت جنى مرة واحدة. ماما قالت لها: مالك يا جنى؟ قالت لها: يا ماما اسناني وجعاني جدا، انا عايزة اكل فيها، انا تعباني قوي يا ماما اسناني. قالت لها: ليه كده يا جنى؟ هو انتي يا حبيبتي كلتي ايه في المدرسة النهاردة؟ قالت لها: انا جبت شيبسي وجبت بونبوني. قالت لها: ليه كده؟ مش انا قلتلك ما تجيبيش الحاجات دي؟ ولو عايزة تجيبي حاجة هاتي كيكة او هاتي اي حاجة تانية غير الحاجات اللي انت بتجيبيها دي. شفتي بقى؟ وريني بقى بقك. فتحت جنى بقها، ماما لقت سوسة كبيرة جدا في سنانها. قالت لها: وادي اللي كنت عاملة حسابه، انا كل مرة اقولك ما تاكليش الحاجات دي وانتي بتاكليها. انا زعلانة منك يا جنى، شفت السوسة كبرت ازاي في سنانك؟ قعدت تعيط جنى وتقول لها: أنا آسفة يا ماما، أنا آسفة. ماما قالت لها: لازم نروح لدكتور الأسنان عشان يطلع لك السوسة الوحشة دي. جنى قعدت تعيط وتقول لها: بلاش يا ماما، أنا مش عايزة أروح لدكتور الأسنان، ده بيوجع قوي. ماما قالت لها: لازم نروح لدكتور الأسنان. راحت جنى مع ماما، وبعد كده دكتور الأسنان كشف على جنى وطلع لها السوسة الوحشة، وقال لها: يا جنى، لو مش عايزة تيجي تاني هنا حافظي على أسنانك، وكل يوم اغسلي أسنانك بالفرشة والمعجون، وخليكي شطورة وابعدي عن الحاجات الوحشة اللي بتسوس الأسنان. ما ينفعش ناكل كل شوية حلاوة وناكل شيبسيات وبسكوتات وحاجات كلها بتأذينا وبتخلي السوسة في سنانا تكتر. راحت قالت: حاضر يا دكتور. مشيت جنى مع ماما، وبقت جنى فعلا ما بتاكلش الشيبسي ولا بتاكل الحلويات، وبقت تبعد عنها خالص. وبعد كده يا حبايبي راحت السوسة الوحشة
من سنان جنى، وفرحت جدا جنى إن السوسة راحت منها، وبعد كده ما بقتش خالص تنسى تغسل سنانها بالفرشة والمعجون. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.